احنا بدأنا نشوف كل حاجة تتغير دلوقتي. بدأنا نشوف تكتب ايميل بالذكاء الاصطناعي، تعمل سي في بالذكاء الاصطناعي. كل حاجة تتغير دلوقتي، تكتب مقالات وكونتنت، كل حاجة بالذكاء الاصطناعي. مظبوط. ده قلق ناس كتير، وفي ناس كتير قوي قالت يا جماعة احنا هيحصل زي ما حصل وقت اختراع الآلة زمان، هنقعد في بيوتنا والآلة هي اللي هتشتغل. بالمثل الذكاء الاصطناعي هيطلع هيقعدنا في البيوت. فهل هيقعدهم في البيوت ولا هيطلع شغلانات جديده؟ اللي هيطلع شغلانات جديده تبقى عايزه ناس عامله ازاي بالسكيلز اللي موجوده دلوقتي؟ يعني اعتقد ان طبعا هيغير الشكل حاجات كتيره وهيلغي شغلانات كتيره. انا دايما بدي مثال بسيط قوي. البنك زمان من 10 سنين لما تحب تعمل اي حاجه كنت بتروح البنك. دلوقتي ممكن تروح البنك مره كل شهور يعني. ودلوقتي بقى في بنك ديجيتال اصلا ملوش اساسا فروع ولا ليه وجود اساسا. نفس الكلام ده اعتقد ان الارتفيشال انتليجنس والديتا اناليتكس بشكل عام هتوصلنا لنفس المرحله دي. طبعا في شغلانات هتنتهي طبعا يعني بلا شك يعني. بص حواليك اي حاجه الشات جي بي تي او السوفت ويرز بقت تعملها النهارده كان ليها موظف بيعملها. زي المحاسب من 10 15 سنه كان بيقعد يدخل الترانزاكشنز، مصروف 100 ايراد 50 وهكذا. خلاص الكلام ده كله دلوقتي ممكن يتعمل اوتوميتد. فطبعا الحاجات دي عماله هتشيل شغلانات، ده فرشور بلا جدال يعني. الجزء التاني بقى، هل هتفتح شغلانات؟ طبعا هتفتح شغلانات، وكلها في ناحيه الاي تي، الديتا اناليتكس، البروجرامينج. هي دي طبعا العالم كله ماشي في الاتجاه ده. يعني كنت بتكلم مع صديقي يعني في هولندا. عندهم شورتج فظيعه في البروجرامرز، وبيجيبوا من كل حته في العالم، وبيجيبوا من مصر وبيجيبوا من البرتغال وبيجيبوا مش من البرتغال، بيجيبوا من البرازيل اللي البرتغال عشان بيتكلموا برتغالي الاثنين. بيجيبوا بيقول لي بنجيب من كل حته في العالم حقيقي. ما عندوش اي مشكله يجيب ناس من اي حته في العالم علشان في ازمه في العالم كله في الناس دي. فدي بلا شك النهارده هتبقى عليها لناس demand. كتير. طبعا هتبقى تشالنج لناس كتير، والشطاره كل واحد ان هو يعني مش عايز اصعبها بس يعمل ريسك اسسمنت لنفسه، يعني اداره مخاطر لنفسه. زي ما دايما نقول الشركات بتعمل اداره مخاطر، اشوف ايه المخاطر اللي عندي واتفاداها او احط حلول ليها. انت كشخص لازم تعمل نفس الحاجه. هل انا الشغلانه بتاعتي دي فيها خطر عليها؟ ربما. هل انا ممكن يجي سوفت وير يشيلني خالص ويعمل 70 80% من شغلانتي؟ يبقى انا قصدك الريسك مانجمنت يعملها او الريسك اسسمنت يعملها للكارير بتاعته، للكارير لنفسه بتاعه والسكيلز اللي عنده رايحه فين وهتوديه لفين. بالظبط. يعني لو انا أيوة النهارده اديك مثال، لو انا النهارده، وده حاجه يمكن يعني ناس كتيره قوي بتعمل، لو انا النهارده شغلانتي ان انا اعمل اديتنج لدوكيومنتس، اعمل انتري على الاكسل، اعمل انتري على اكسل، اي حاجه فيها داتا انتري. يعني انا النهارده كنت في البنك، الولد اللي على التيلر ده الشغلانه كلها ممكن تتحول لمكنه في يوم من الايام. مش صعبه يعني، وبتتحول كل حاجه بتنقل الفلوس وبتنقل كل حاجه. عندك الشغلانات بتاعه الرايتنج والكلام ده، زي ما انت قلت، اي حاجه فيها كتابه والترجمه خلاص، والجرامر والنحو وتصليح الحاجات دي كلها، كل ده خلاص. فانت لو شغلانتك كان زمان في شغلانه اسمها مصحح للكتب، مصحح لغوي، انتهى. اكيد انتهى، لان انت ممكن تاخد التكست كده تحطه على بتاعه يعلم لك احمر 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 وخلاص وخلصنا يعني. ممكن ما يبقاش شاطر بنسبه 100%، بس هو الكتاب اللي كان المصحح بياخده في 10 ايام ممكن يخلصه في ساعه بالظبط. فحتى لو في غلطه هيقبلوها يعني. ففي طبعا شغلانات، فالواحد لازم كل واحد يسال نفسه هل انا يعني في امان ولا مش في امان؟ ولو مش في امان ابتدي اكتشف حاجه جديده، اتعلم بروجرام. ويبدا يسال يعني يعمل اسسمنت ده ازاي؟ انا عايز اعرف دلوقتي، انا راجل بتاع سبلاي تشين او يعني راجل شغال في اللوجيستكس مثلا، تمام. ابدا عايز انفذ الاسسمنت ده على نفسي. جميل اعمل ايه؟ جدا. يعني اول حاجه اعرف انت بتعمل ايه، اكتب ورقه انا بعمل كذا وبعمل كذا وبعمل كذا وبعمل كذا وبعمل كذا. هل في برنامج بيعمل الحاجات دي؟
او بيعمل، لو انا كتبت 10 حاجات بيعمل 7 منهم، بيعمل 5، بيعمل 3، غالبا هتلاقي ده في اول خطر. إيه؟ فانت في اول الخطر. لو البرنامج مش مشهور قوي النهارده او ثمنه $100,000 فالشركات مش بتجيبه بس بتجيبك انت علشان انت ارخص من البرنامج، تاكد ان البرنامج ابو $100,000 ده بعد سنتين هيبقى ب50، بعد سنتين هيبقى ب20، بعد سنه كمان هتلاقي الشركه بتقول لك متشكرين، انا هجيب البرنامج يعمل اللي انت بتعمله.